يذكر اسم جمال بسكرة لا يستحضر فقط كرجل أعمال جزائري راكم ثروة معتبرة، بل كشخصية ليلية بامتياز. ارتبط اسمه بعالم الملاهي، الحفلات الصاخبة والأموال التي تصرف بلا حساب حتى ساعات الفجر الأولى أو ما يعرف بالتبراح. هو رجل يفضل الأضواء الخافتة، الموسيقى المرتفعة والدوائر المغلقة، حيث تصنع العلاقات بعيدا عن عدسات النهار. تتحدث مصادر متداولة عن سهرات فاخرة لا تخلو من مغنيين معروفين في الملاهي الليلية، يتم استخدامهم خصيصا لإحياء حفلات خاصة مقابل مبالغ وصفت بالضخمة. نفوذ المال كان حاضرا بقوة، حيث لم يكن الإنفاق مجرد ترف، بل وسيلة لبناء شبكة علاقات تمتد من عالم الفن إلى دوائر التأثير غير المعلنة. يقال أن جمال بسكرة كان حاضرا دائما في المشهد الليلي، يعرفه أصحاب الملاهي، الفنانون ورواد السهر كاسم ثقيل لا يرد له طلب. هذا الحضور المتكرر خلق حوله هالة من الغموض، وجعل اسمه يتردد كلما ذكرت الحفلات الخاصة والنفوذ الذي يشترى بالمال. لكن خلف هذه الصورة البراقة يظل السؤال مطروحا: هل كانت هذه الحياة الصاخبة مجرد أسلوب عيش لرجل ثري، أم إنها كانت بوابة لعالم أكثر تعقيدا، حيث تختلط المصالح، النفوذ والصمت؟ يبقى جمال بسكرة نموذجا لرجل أعمال اختار أن يعيش في منطقة رمادية بين الاستثمار المشروع والحياة الليلية المثيرة للجدل، في مجتمع لا ينسى سريعا ولا يمرر الأسماء الثقيلة دون تساؤل.